اهلا وسهلا بيكم. معاكم هبه من قناه كوني مبدعه مع هبه. النهارده ان شاء الله هنعمل النيوتيلا بطريقه صحيه زي ما وعدتكم في الفيديو الاولاني. كنا عملنا النيوتيلا بالطريقه العاديه وطلعت فظيعه. انا عايزه اقول لكم طعمها والله العظيم اكتر من رائع. المره دي هنعملها بالطريقه الصحيه وانتوا مش هتخيلوا احنا يعني هنستخدم ايه. انا هنا معايا دول 4 قطع شوكولاته، وانا قلت لكم المره اللي فاتت انا بستخدم الشوكولاته الدارك. النوع ده اسمه دريم. النوع ده حلو برضو، حلو قوي كمان. ومعايا هنا ده كيس نسكافيه بطعم البندق، برضو استخدمناه في الفيديو الاولاني. ومعايا هنا معلقتين سكر بودر، ومعايا هنا معلقه واحده بس من سوري، دول معلقتين كاكاو بودر ودي معلقه سكر بودر. دي معلقه واحده، احنا كنا استخدمنا في الوصفه الاولانيه معلقتين. انا معايا هنا دي كوبايه حليب. وهنا بقى انا هستغنى عن الزيت وعن اللبن البودر اللي احنا استخدمناه في الفيديو الاولاني، وهنستخدم هنا البطاطا هنا هتبقى تحفه ومش هيبان طعمها خالص. بس اهم حاجه عندي ان انت تستخدمي نوع كاكاو كويس ونوع شوكولاته كويس. انا مع الحاجات دي احتمال احتاج كمان معايا نص باكو بسكوت، بس خليني اجيبه. ده باكو بسكوت اللي انا استخدمته المره اللي فاتت. انا المره دي هاخد نص باكو بس، احنا في الوصفه الاولانيه استخدمنا 2 باكو، ففي الوصفه دي انا هاخد نص الباكو ده بس. طيب انا اول حاجه هعملها هو زي المره اللي فاتت بالظبط هنعمل المره دي. انا هاخد اللبن والشوكولاته عندي هسيحهم على النار، وبعدين انا هنا معايا الكيتشن ماشين او الخلاط اللي موجوده عندك وهنبتدي نحط فيه الحاجه. طيب خليني دلوقتي احط الحليب والشوكولاته على النار وارجع اقول لكم هنعمل. طيب انا دلوقتي حاطه الحليب بتاعي والشوكولاته على النار عشان يسيحوا مع بعض. في حاجه بس احتمال نحتاج نص كوبايه حليب زياده على حسب ما هنشوف. لو لقينا المقدار تقيل قوي هحتاج نص معلقه حليب زياده. هنا انا عندي البطاطا بتاعتي هبتدي ان انا احطها هنا في الكيتشن ماشين سوري، بس هكسرها بالشكل ده. وهنا البطاطا دي مش سخنه، دي بطاطا بارده. طبعا انا البطاطا دي شوياها في الفرن، وتقدري طبعا ان انت تسلقيها على النار. طبعا بتسلقيها في شويه ميه صغيرين جدا، انت ما بتسلقيهاش زي البطاطس والحاجات دي، لا بتحطي شويه ميه صغيرين. بتبقي غاسله البطاطا بتاعتك كويس جدا بقشرها، وبعدين بتحطيها على النار لحد ما تستوي. انا هنا عندي البسكوت بتاعي هكسر نص باكل بسكوت على البطاطا بتاعتي، وهبتدي ان انا اخلط الحاجات دي مع بعض لحد بس ما البطاطا والبسكوت عندي ما يتخلطوا حاجه بسيطه مع بعض. خليني كده انا هقفل هنا كده حاجه بسيطه مش كتير. وعلى مهلك عشان ما تبقاش تقيله على الموتور بتاع الخلاط او الكيتشن ماشين بتاعي. زي ما انت شايفه كده انا مش هحتاج اكتر من كده. انا لسه هحط دلوقتي ايه المكونات. الحليب والشوكولاته هيبقوا سخنين فهيمشوا معاكي الخليط ده. فخليني اشوف الحليب والشوكولاته هرجع لكم نكمل ازاي مع بعض. طيب انا زي ما انتم شايفين هنا ابتدت الشوكولاته تسيح معايا مع الحليب. هو فاضل فيها حاجات بسيطه، هو لسه الحليب سخن فهيسيحها. انا دلوقتي هنا هبتدي ان انا احط كميه السكر اللي معايا. طبعا الوصفه دي يعني صحيه والله العظيم مش هتفرق كتير ابدا عن الوصفه الاولانيه. هنا الكاكاو، وهبتدي اني احط النسكافيه بطعم البندق اللي معايا بالشكل ده، وهبتدي اني اقلب كل ده مع بعض كويس كده بالشكل ده. دلوقتي انا هبتدي انزل بالحاجات دي على البطاطا. خليني بس اشيل الحاجات دي وارجع لكم هنعمل ايه. انا هنا زي ما انتم شايفين اهو هبتدي اني انزل بكل المقدار اللي معايا ده كده كده تمام، وهبتدي اني اخلطه مع بعض. في حاجه بس انا مخليه جنبي نص كوبايه لبن زي ما اتفقنا، لو احتجتها هزود بيها الخليط. فخليني دلوقتي نضرب مع بعض.
طبعا هحتاج ان انا اقلب اللي من تحت علشان في عندي من تحت البطاطا. طبعا هو لسه طبعا ما اتخلطش كويس، فانا هقلب كده اجيب بس اللي من تحت ده فوق وابتدي اني اخلطه. طبعا زي ما انتم شايفين هو ابتدى القوام يبان عليه ان هو تقيل، فانا كده مش هحتاج حليب تاني. انا بالنسبه لي كده القوام بتاعها حلو جدا. وخلوا بالكم قوامها بيشد شويه لما بيقعد علشان الشوكولاته بتاعتنا بتمسك في بعضها، فالقوام بتاعي بيشد عن كده. فانا هقفل وهكمل خلط. وتخلي بالك حاولي ان انت تفصلي الموتور بتاعك من وقت للتاني علشان ما يبقاش يسخن جامد. انا كده بالنسبه لي كويس جدا. خليني هحطها في البرطمانات بتاعتي وهرجع اوريكي شكلها عامل ازاي. انا هنا بس عايزه قبل ما احطها في البرطمان اوريكم. بصوا قوامها عامل ازاي وريحتها فظيعه. النسكافيه اللي بالبندق بيخلي ريحتها كانك بالظبط شاريها من بره. شايفين القوام؟ هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. وخلوا بالكم زي ما قلت لكم بتشد عن كده كمان، فهي كده بالنسبه لي قوامها تحفه. خليني احطها في برطمانات وارجع. طيب خليني اوريكم. انا هنا خلاص خلصت المقدار اللي معايا. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا والله العظيم فظيع. انا بس عايزه اعمل لكم زوم ان على الموضوع. هنا الحكايه صعبه جدا يعني، حاجه كده لا تقاوم يعني. وطبعا ما فيش خالص زيت، هي معلقه واحده بس سكر في الموضوع ده كله. بصوا قوام بتاعها عامل ازاي، تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. طبعا زي ما انتوا شايفين المقدار ما شاء الله برده كتير. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بالطريقه دي، هتعجبكم والله العظيم. مش عايزه اقول لكم هي حلوه قد ايه، ده غير ان انت هتوفري كتير جدا وانت عامله حاجه انت عارفه انت عاملاها ازاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه. وتابعوني في كل جديد انا بنزله. كان معاكم هبه، باي باي.